السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا في خير وفي صحة وفي سعادة وفي احسن حال. طبعا جايبه لكم النهاردة روتين، يعني يومي بسيط كده. يا رب يكون يعجبكم ويكون فيديو خفيف على قلبكم. وطبعا وحشتوني كتير، وعلى قد ما اقدر احاول انزل لكم فيديوهات تبسطكم وتديكوا طاقة ايجابية ونشاط كده ان شاء الله باذن الله. بس اهم حاجه ما تنسوش دعمكم ليا وانا بحبكم كتير. وما تنسوش طبعا الاشتراك باللون الاحمر تحت الفيديو. دوسي عليه هيطلع لك 3 اختيارات. دوسي على علامه الكل عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله، ولسه هنزله باذن الله. وبحبكم قوي، واتفرجوا بقى معايا على الروتين ده، الروتين الخفيف كده. ان شاء الله يعجبكم وينول ايه رضاكم باذن الله. بس ما تنسوش اللايك على الفيديو وتعليق حلو بقى كده منكم. بصوا بقى كده، هنا بدأنا اليوم بتاعنا. يا دوبك عملنا الفطار. فطار خفيف كده، يعني كوباية شاي بلبن. طبعا لسه عندنا بقى حاجة العيد طبعا كل سنة وانتم طيبين. فعملنا بقى شاي بلبن. فبغسل بقى، غسلت بقى الكوبايات. وهعمل طبعا احضر الغدا معاكم. آه، برضو الواحد والله العظيم زهق من موضوع الأكل ده، بس هنعمل ايه؟ ادينا بنحاول نعمل اي حاجة. بس بصراحة الواحد طالع من رمضان زهقان كده يعني وقرفان. فقلت طبعا اغسل معاكم بقى الكوبايات دي، وابدأ ايه في طبعا تجهيز الغدا. بس فيا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم ويعجبكم ان شاء الله. طبعا يديكوا طاقة ايجابية للكل، وطبعا عرايسنا الصغيرين يقدروا يستفادوا بأي حاجة يعني من الفيديو. هنا بقى كنت غسلت الكوبايات بسرعة والصينية ما كانش في مواعين، يعني هما بس حاجة الفطار. أهم حاجة تعملي حاجتك أول بأول. هتسيبي مواعين هتكتر. عايزة أقولك يعني أكتر حاجة بتزيد في ثانية الغسيل والمواعين. ودي بقى كانت فرخة مطلعاها من الفريزر. بحب أطلعها من بالليل تفك براحتها يعني خالص، ما بحبش أفكها بمية وكده. يعني لازم تفكاها براحتها خالص يعني. بس على ما عملت الشاي وفطرنا، ايه قلت اقطعها بقى كده وانضفها، اغسلها كويس يعني. بس عايزه اقول لكم بقى، يعني حاولوا تقفوا جنبي شويه عشان القناه تكبر ان شاء الله ونبقى مع بعض. وعايزه اخوات كتير كده يبقوا في ظهري ومعايا ويشجعوني على الفيديوهات والروتينيات. يعني عايزين نبقى مع بعض دايما، مش عايزه اغيب عنكم تاني. فانا عايزه اشوف بقى ايه دعمكم ليا وحبكم ليا كده. بس هنا بقى قطعتها وشطفتها كده وحطيت لها شوية خل وملح وعصر لها ليمون. في ناس بيحطوا دقيق وكده، انا بصراحة يعني بكتفي بالملح والليمون والخل. بنقعها فيهم شوية كده، قلت اركنهم بقى على جنب. على ايه ما اعمل البوتاجاز. قلت امسحه كده يعني من حاجة امبارح. طبعا طول اليوم بنعمل بقى حاجات، بنعمل مشروبات، بنسخن حاجة. فقلت ايه اعمله كده مسحة خفيفة. طول ما طبعا ايدك فيه على طول هيفضل على طول نضيف. طبعا كلنا عارفين ان المطبخ اساس كل حاجة اصلا. يعني لو مطبخك نضيف خلاص بيبقى الواحد عنده راحة نفسية بصراحة. والبوتاجاز طالما نضيف تبقي مبسوطة ومرتاحة كده. فقلت طبعا ايه، انا نقعت الفراخ وقلت ايه امسح كده البوتاجاز مسحة كده سريعة. طبعا يا ريت طبعا الحاجة كانت بتتعمل بالسرعة بتاعت الفيديو. طبعا أنا مسرعاه، فيا ريت الواحد يكون بيعمل الحاجة بالسرعة دي. بس طبعا هنا مسحته بحتة مبلولة وبعدين نشفته بحتة ناشفة. بس ورجعت تاني بقى على الحوض، قلت أغسل بقى العيون. بعملها بالسلكة كده سريعة. وطبعا كل ده سبت بقى الفراخ منقوعة شوية
بتنزل بقى اي زفرة فيها او اي حاجة فيها بتكون نزلتها. يعني مش كتير، على ما عملت البوتاجاز على طول وبدأت في الغدا على طول يعني. وهنا بقى بصوا ركبت العيون بقى تاني، واحط الحوامل بس كده. رجعت بقى قشرت بطاطس، قلت اعمل ايه بقى، عمالة افكر مش عارفة اعمل ايه. طبعا اسهل حاجة بنعملها صينية البطاطس بالفراخ. اسهل اكلة بصراحة، محدش اصلا ما بيحبهاش يعني، كلنا بنحبها، خفيفة وجميلة كده. طبعا بطريقة سهلة يعني وفي نفس الوقت عايزة اقول لكم بتبقى ريحتها قلبة البيت كله بصراحة. فهنا بقى قشرتها، كنت بقشر بقى حبة كده، وقطعتها وهوريكم طبعا التتبيلة اللي انا بعملها. يعني مبتاخدش وقت بصراحة خالص. بص قشرت وبعدين قطعتها بقى. انا بحب يا جماعة احط يعني جنبي شنطة اقشر بقى فيها بطاطس، اقشر فيها اي حاجة، وفي الاخر اروح احطها في الباسكت على طول. مش كل شوية احط في الباسكت، لا، بحطها جنبي على الرخامة اقشر فيها وبعدين ايه اروح رميها على طول. هنا بقى قطعتها كده حلقات، بس حلقات سميكة شوية يعني ما تكونش رفيعة أوي تتهري على طول. بس وكده بقى قلت اشطف الفراخ حلوة قوي، نقعت لها شوية اهو، فشطفتهم كويس، اغسلها كويس. وبحب بقى ايه احطها في مصفى كده تصفى ايه من اي مية فيها. جبت بقى الكبة، قشرت فيها بتاع 3 بصلات كده، بس هما يعني مش كبار قوي، لو كبار خليكي ببصلتين بس. بس قطعتهم كده في الكبة، وبحط معاهم ايه قرن فلفل كده حامي. طبعا مالكيش في الحامي ممكن تحطي فلفل رومي، قرن واحد كده بيديله ريحة حلوة قوي. حطيت حبة ملح وحبة فلفل اسود وحبة كمون وحبة بهارات مشكلة وحبة قرفة بقى، حبة قرفة كده صغيرين، وبروح ايه ضربهم كلهم كده زي ما انت شفتوا. عايزة اقول لكم التتبيلة دي بتبقى ريحتها روعة بصراحة، ريحتها بتبقى حلوة قوي. بمسك بقى الفراخ بتاعتي بعد ما سبتها في المصفى شوية اتصفت من المية، بعمل فيها ايه فتحات كده بالسكين عشان التتبيلة تدخل في كل حتة في الفراخ. عملتها كده بقى، دخلت فيها التتبيلة كلها، عملت بقى الفرخة كلها كده بنفس الطريقة. وبقيت بقى التتبيلة دي بحطها على البطاطس، بتبل برضو البطاطس هي كمان زي ما انتوا شايفين كده. بروح بقى منزلة بقية التتبيلة اللي في الكبة على البطاطس واديها تقليبة كويسة بس، واحطها على النار زي ما انتوا شايفين كده. ما بضيفلهاش بقى حاجة تاني لان انا حاطة مع البصل كل التوابل. بحط لها بس هي ايه حبة مية مكان الكبة كده مكان البصل، وهنقلها بقى على العين التانية. وهعمل شوية رز بالشعرية. هضيف بقى البطاطس دي حاجة واحدة، حتة سمنة وقلبين مرقة دجاج، مرقة دجاج فراخ بس. مش بضيف لها بقى اي حاجة تاني، هي واخدة كل البهارات واخدة كل حاجة بس عايزة اقولكم بتبقى والله العظيم يعني اللي يجربها بالطريقة دي ريحتها حلوة جدا، وبتبقى ريحتها فعلا قلب البيت يعني. بس اديتها تقليبة كده وسايباها بقى تغلي غلوة واحدة، وبعدين احط ارص عليها بقى الفراخ. بصوا حطيت لها هنا بقى القلبين مرقة الدجاج زي ما انتوا كده شايفين. بس حطيت بقى هنا بعمل الرز، حطيت معلقة سمنة عليهم معلقتين زيت، ونزلت بكيس الشعرية وبحمرها لحد ما تاخد لون حلو كده. بس اهم حاجة تكون تستمر في التقليب عشان يبقى كل الشعرية لونها واحد، متبقاش واحدة غامقة وواحدة فاتحة، لا يبقى كلها تحميرها واحد. وهنا بصوا البطاطس كانت غليت، حطيت بقى عليها الفراخ، كانت الفراخ اتبلت شوية برضو، حطيتها طبعا على البطاطس وبغطيها بغطا كده. هسيبها بقى تغلي غلوة كمان او غلوتين بس، واحطها بقى في الفرن. هنا بقى رحت غسلة الرز، غسلته وصفيته وحطيته بقى على الشعرية وحطيت الملح بتاعي. بس يا جماعة لازم تشوحي الرز كده يعني تشويحتين محترمين يعني،
لازم تقلبيه كويس كده عشان يطلع معاكي مفلفل، وكل رزاية ماسكة نفسها كده، ما يبقاش بقى معجن او كده. انت كده يعتبر بتغلفيه بكل المادة الدهنية اللي بتبقى موجودة، اللي هي السمنة والزيت. بنشوحه كده تقلبتين محترمين، يعني قلبي فيهم شوية. وبعد كده بننزل بقى بالمية، وعلى فكرة مية من الحنفية عادي. بنزل بقى بالمية وبقلبها كويس. لسه عايزة شوية مية تاني، هتطلع حبة كمان. أهم حاجة يعني يكون مقدار المية أعلى من الرز كده بعقلة صباع، بس ميكونش أكتر من كده. كده بقى المية تمام. تدوقي بس المية بتاعته، خليه يكون ايه، ملحه كده حادق سنة بسيطة، لأن لو ملحه مظبوط هيطلع الرز معاكي دلع. بس هنا بقى كانت الفراخ البطاطس عمالة تغلي، طفيت عليها بقى. وبصوا هي شكلها عامل ازاي. متنسوش بقى اللايك يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو. حطيت بقى صينية البطاطس بالفراخ في الفرن، هسيبها بقى تاخد لون محترم كده لما الفراخ على الوش تبقى مشوية كده. وهنا كانت بقى البطاطس خلصت، بصوا بقى واخدة لون جميل ازاي. وعايزة اقول لكم ان البطاطس بتدوب دوب، بتبقى حلوة جدا. اتمنى بقى تجربوها بطريقتي ويا رب تعجبكم. ولو وصلتوا لنهاية الفيديو متنسونيش في اللايك وفي الاشتراك في القناة. بصوا بوريكم الرز عامل ازاي، مفلفل وجميل يستاهل بقكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. باي.